مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخ ايات. اليوم رح نطبخ وجبه رئيسيه، رح تكون دجاجه مشويه بالفرن. تعالوا اعرفكم على مقادير الدجاجه المشويه. مقادير الوصفه لليوم: طبعا بدنا دجاجه اللي بالحجم اللي احنا بدنا اياه لوصفتنا حسب عدد افراد العيله. المقادير: تومه، خردل، ملح، زيت زيتون، في عنا البهارات: البهار الدجاج، البابريكا الحمراء الحلوة، في عنا الفلفل الأسمر، هيل مطحون، وآخر اشي رشة قرفة. خلونا نبلش بتحضير وصفتنا لليوم. إسا بدنا نحضر تتبيلة الدجاج المشوي على طريقتي. أولاً بنجيب كوباية مي، بنحط البابريكا الحلوة، معلقة كبيرة مليانة، بنحط الفلفل الأسمر المطحون كمان معلقة كبيرة، بنحط كمية مش كبيرة هيل، رشة هيل. الهيل بيساعدني على انه يقيم زنخة الدجاج. بنحط رشة قرفة، بعدين بنحط ملح، كمان مش كمية كتير كبيرة، حسب الحاجة. بنحط زيت الزيتون، آخر اشي بنحط معلقة كبيرة خردل. بنحط نص كوباية مي، إذا احتاجنا كمان مي بنزيد. بنحرك الخلطة منيح، بعد ما غسلنا الدجاجة تخلصنا من الزنخة، حطينا بقلبها البقدونس علشان كمان تساعد على انه ما يكونش زنخة بالدجاجة وبتعطي نكهة طيبة. نبرش التومة على المبرشة الناعمة، إسا بعد ما صارت الخلطة جاهزة بدنا ندهن الدجاجة بتتبيلة البابريكا والبهارات. برنامج مطبخ آيات برعاية شبكة كينغستور المشهداوي، شركة أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي. هيك بتكون جاهزة لتفوت على الفرن، بس بضل انه ندهن الجهة الثانية. خلونا نحط الدجاجة بالفرن.
بعد ما تبلنا الدجاجة وقلبناها بدنا نكمل التتبيلة. بدنا نشوف إذا كل الدجاجة وصلها بهار ولا بعد في منطقة بدها بهار، علشان كلياتها تحافظ على نفس الطعمية، على نفس الطراوة وعلى نفس الاستواء، لأنه البهار التتبيلة اللي حضرناها فيها زيت، والزيت بساعدها إنه تستوي أسرع. هيك بتكون الدجاجة جاهزة، بس بدنا نفوتها على الفرن. طبعا حطينا باقي نص كوباية المي اللي كان معنا بالأول بقلب الصينية علشان الدجاجة ما تنحرقش من تحت. خلونا نحط الدجاجة بالفرن ونكمل باقي وصفاتنا. هيك بتكون وجبتنا الرئيسية لليوم جاهزة، جربوها راح تحبوها. صحتين. رح نحضر السلطة اليونانية. سلطة كتير طيبة، بمعظم المطاعم بحضروها وإحنا كلنا طبعا بنحبها وبنطلبها. طريقتها كتير سهلة، قريبة على السلطة العربية، بس فيها شوية شغلات زيادة اللي زي الزيتون الأسود، زي الجبنة البلغارية. خلونا نبلش بالمقادير. مقادير السلطة اليونانية: زيتون أسود، زيتون أخضر حسب الرغبة، خس، بندورة، خيار، جبنة بلغارية، زيت زيتون، وملح، وعصير حامضة. الحامض بنعصروش قبل بوقت، بنعصره بنفس اللحظة. خلونا نبلش بتحضير وصفتنا. بالبداية بنحط البندورة، بس بنحاول قديش بنقدر انه ما ينزلش معاها مي. البندورة بشكل عام بتنزل مي، اذا بنتركها بمصفاي بيكون منيح لحد ما تنزل كل ميتها. بعدين بنحط الخيار، ممكن ما نحطش كل الكمية، ممكن نحط جزء من كمية الخيار المفروم. بعدين بنزيد الخس. الخس بنفرموش خشن وبنفرموش ناعم، بنفرمه شوي عريض اللي نحس بالطعمة. بعد ما بنزيد الخس والبندورة والخيار بنزيد زيت زيتون. زيت الزيتون زي كيف بقولكو دايما بيعطي لمعة كتير طيبة، بيعطي لمعة حلوة وطعمة طيبة. بدنا نقلب السلطة شوي شوي علشان ما يطلعش من الجاط. بدي أزيد إسا الملح. برنامج مطبخ آيات برعاية شبكة كينغستون المشهداوي، شركة أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي. الملح بساعد على إنه السلطة تنزل شوي، إذا بتكون مملية الجاط الملح بنزلها. ممكن إذا بتحبوا تزيدوا بصل لهاي السلطة، أنا بحبها بلا بصل. وصفتنا سهلة وطيبة وسريعة، نقدر نحضرها جنب كتير وصفات من الأكل. هيك نكون خلطنا السلطة منيح، وإسا نعصر عصير حبة ليمون كاملة. من بعد ما عصرنا الليمون بنحرك كمان مرة، بنقلب. بعدين بنزيد الزيتون الأسمر الكمية اللي بدنا إياها. أنا بحب يكون بالسلطة
واضح، عشان هيك رح احط كمية منيحة. كمان مرة بنقلب. خلينا ننزل السلطة بصحن التقديم. أنا ما ضفتش زيتون أخضر لأنه حسب الرغبة، اللي بحب الزيتون الأخضر مع السلطة يزيدوا عليها. وآخر مرحلة بنحط الجبنة البلغارية، إذا بتبرشوها فوقها بكون أحسن. هيك سلطتنا لليوم صارت جاهزة. إذا حبتوها فوتوا على موقع مطبخنا وجربوها. إسا إجا وقت التحلاي. اليوم بدنا نحضر التحلاي المميزة لرمضان اللي هي القطايف. القطايف على طريقتنا بنحضر العجينة بالبيت، نحشيها بالبيت وبنقليها بالبيت. بدي أعرفكم على مقادير عجينة القطايف: طحين، سميد، سكر، كربوني، وخميرة خبز، وملح، مي حسب الحاجة. إسا بدنا نعجنها ونحطها لتخمر نص ساعة. بنحط الطحين بعدين الخميرة، بنقلب، نعمل حفرة بالنص، بنحط الملح، رشة ملح، وبنحط رشة سكر، بنحط الكربوني، بنحرك. السكر بخلي العجينة تتفاعل أسرع مع الخميرة، السكر بتفاعل أسرع. بنضيف آخر إشي السميد. طبعا بنكون محمين البلاطة على الغاز قبل بربع ساعة لأنه بدنا إياها تكون حامية كتير. بنقلب، بنحط المي، وبنبلش نخفق فيها. هاي العجينة لازم تكون سائلة كتير، يعني قد ما تشوفوا انها جمدت معاكو بتضلوا تزيدوا مي على مراحل علشان تطلع عنا سائلة. بنحرك منيح عشان ما يصيرش في عنا كتل، وكمان التحريك بطلع الهواء من العجين نفسه. ممكن نخفقها على الخفاقة الكهربائية، وإذا بنحب نساوي كل إشي بإيدنا نخفقها على إيدنا. هيك بتكون العجينة جاهزة. بنتركها نص ساعة لتخمر. بدنا نصب عجينة القطايف اللي حضرناها، صارت عنا نص ساعة وخمرت. بفنجان القهوة بنقدر وبنصب على البلاطة وهي حامي.
هاي البلاطة بقدر أي حداد يسوي لنا إياها. نطلب منه بلاطة علشان نصب عليها القطايف، وبنبلش نشتغل عليها لما بنحتاجها. برنامج مطبخ آيات برعاية شبكة كينغستون المشهداوي، شركة أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي. هيك صارت عنا مستوية، بنقدر نقيمها بكل سهولة وبنحطها على فوطة على جنب. إسا بدنا نحضر التحلاي القطايف. بعد ما صبينا القطايف وحضرنا الجبنة بدنا نحشي القطايف. نحتاج علشان نحشي القطايف جبنة عربية بيضة حلوة طبعا، بنحط لها سكر وقرفة حسب الرغبة. طريقة حشي القطايف كتير سهلة وكلنا بنعرفها. بنحط كمية مش كتير كبيرة، وبدنا نبعد عن الجناب علشان العجينة تسكر منيح. هيك بتكون القطايف جاهزة للقلي. العجينة كتير سهلة، بنقدر نعملها بالبيت، نستغني عن العجينة الجاهزة، ما نشتريش جاهز، نحضر كل اشي بالبيت. القطايف صار جاهز. بهيك بنختم حلقتنا لليوم. مش رح أنسى طبعا أشكر طاقم العاملين على مطبخ آيات. رح أشكر كمان رعاة البرنامج. برنامج مطبخ آيات برعاية شبكة كينغستون المشهداوي، شركة أبو شقرة، قهوة الباشا، مخللات عدن، وملحمة الأفندي كارم عواودي.